السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشيعة، هل تعرف شو السبب اللي المعممين دائما لما يجلسون بالحسينية يتكلمون فقط قصص، يخترعون هذه القصص فقط لأجل أن يبكيك؟ تعرف هناك أكو عقيدة مرسخينها بعقول عوام الشيعة أن قطرة دمعة تطفي نار جهنم. هذه العقيدة وهذه الأفكار اللي رسخوها بعقلك علشان أنت تجي للحسينية بس تسمع أخبار تبكي، ما تسأل المعمم هل هذه الأخبار هي حقيقة فعلا حادثة واردة صحيحة، أم مجرد أنت تثق وتعتمد على هذا المعمم أنه يتكلم الحق أو يتكلم الصدق، وأنت تجلس بالحسينية علشان تعدي وقتك أو تسمع خبر ما تعرف هذا الخبر صدق أم كذب بمجرد تبكي. هذه العقيدة والأفكار خلوها بعقولكم ليس لأجل حبا لأهل البيت أو خدمة لأهل البيت أو اتباعا لأهل البيت، لا بالعكس، هذه الأفكار خلوها فقط لأجل امتداد سياستهم، لأجل يتطورون بالسياسة ويطورون سياساتهم وأفكارهم وامتداد حكومتهم المجوسية الإيرانية. دين الشيعة ليس خدمة لأهل البيت، بل هو خدمة لإيران وسياسة إيران. وأنت أيها الشيعي كل أعمالك وعبادتك وأفعالك الدينية وشعارك الدينية هي مخالفة لشرع الله ومخالفة لعقيدة أهل البيت ومخالفة للقرآن. راجع كتاب الله وشوف كتاب الله شو مكتوب فيه. كل ما أنت تعتقد بهذا الاعتقاد التشيع هو مخالف لشرع الله ومخالف لدين الله. راجع القرآن وتدبر في القرآن. الله سبحانه وتعالى يسر القرآن للذكر، يسره للذكر في هل من مدكر. عليك أيها الشيعي، عليك أيها الشيعي أن تراجع القرآن واترك التعصب واجلسوا مع أخوانكم أهل السنة وتباحثوا في مسائل العقائدية حتى توصلون إلى الحقيقة، وجزاكم الله عنا خيرا.